ما تفتكروش ان اي ضيف بيجي لنا هنا بنختاره بطريقه عشوائيه. علشان تنول شرف انك تقف قصادي هنا لازم ينطبق عليك شرط من احد الشروط التاليه. يا اما مين اجى بهذا الوقت؟ اوفر او نافر الاداء او يكون متسيح. شو قطقطي؟ كمان انتي بدك تعرفي مين اجا لعنا؟ النهارده بقى دي ملكه عملت كل حاجه علشان الناس تتكلم عنها. اتجوزت مطرب مثلا. مفاجأة. ماني مصدقة عمتي. شو؟ ما في أهلا وسهلا؟ أكيد أهلين وسهلين، بس تفاجأت الصراحة. فقررت اجيبها واعمل لها شو مين اجا يا ترى؟ وكمان جنى إلها سنتين وهي واقفة على الباب. شو بتحب الحكي؟ شو قطقطي؟ انتي ما بتعرفي مين اجا لعنا؟ تفضلوا أهلين وسهلين فيكم، نورتونا يا عمتي. شكرا يا بنتي، منورة فيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو؟ عمتي؟ كيف هيك يا؟ أهلا وسهلا فيك يا عمتي. تسلمي يا أهلين، بنتي، أهلين. تسلمي. والله أحلى مفاجأة. شكرا يا حبيبتي، والله اشتقت لكم كثير. ونحن كمان يا أحلى عمة. حبيبتي انتي. أهلين بشموسة الحلوة. أهلا فيكي نجومة. تفضلي ارتاحي يا عمتي، ليش واقفة؟ شكرا حبيبتي. شوفي ما أحلاها. اي والله كثير حلوة. شو نجومة جبتوا قطة على البيت؟ يا إيمي شوفي شو صار. احذري مين اجى لعنا. كيف بدي احذر؟ ينزل علي الوحي مثلا؟ بس حاولي احذري. لا تجننيني، قولي مين وخلصيني. هنن شخصين اجوا من تركيا. مين؟ مهند ونور اجوا لعنا مثلا؟ لا عمتي. شو؟ عمتك؟ امتى اجت؟ من شوية. شو هالمفاجأة الحلوة؟ شكرا يا حبيبتي. يا أهلين وسهلين، نورتونا. أهلين يا بنتي شمس، كيفكم؟ كيف الصحة؟ والله الحمد لله نشكر. شو اختي زوجي؟ من امتى اجيتي من تركيا؟ والله بالأمس، وما حبيت خبركم لحتى سوي لكم مفاجأة. والله أحسن مفاجأة. شكرا يا حبيبتي. هاي أكيد أمي قالت اسبقي ورح ألحقك. السلام عليكم يا جدتي. وعليكم أهلين السلام وسهلين يا فيكي. بنتي. تفضلي بيوك عني. شو هاي بكاني؟ مين بكاكي؟ لا يا جدتي بيوكني، تعني جدتي بالتركي. والله بيقولوا من عاشر قوما 40 يوما صار منهم، بس انت يا بنتي في 40 ثانية صرتي منهم، بسرعة صرتي تحكي تركي. دورو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين وسهلين بحماتي أهلا الحلوة. فيكي يا بنتي. الله يرضى عليكي. أهلاً فيكي يا بنتي. الحلوة. الله يرضى أهلين عليكي. وسهلين. شو أمي؟ أنا الصراحة أول مرة أشوف كنا بتحب حماتها. هذا كله بس هيك لأنه قدامك. حماتي؟ جدتي؟ شو هالحكي؟ شو؟ عم بمزح أكيد. والله اشتقت لمزحك يا أمي. اي والله ما في أهضم من مزح حماتي الصراحة. شي يوم أكيد راح تجلطني بمزحها. شو عمتي؟ بدي أسألك، صمتي أمس؟ شو هالسؤال انت؟ استغفر الله، ليش في حدا بعيلتنا ما بيصوم؟ شو فيها؟ أنا سألت لأنه بعرف إنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في السفر، مو هيك يا عمتي؟ إيه حبيبتي هيك، بس هذا الكلام عن السفر الشاق، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان السفر شاق جدا وطويل وعلى الجمال، مو مثل اليوم صرنا نسافر بطيارة ورفاهية، يعني ما في شقاء. ماما يعني هون بيكون الإنسان مخير، مو هيك؟ إذا بيريد يصوم أو لا. إيه حبيبتي هيك بالضبط. ما شاء الله صارت شيخة علينا، عم تفتي علينا كمان. ما شاء الله على بنتي، ثقافة وجمال مثل أمها. شوفي بيوكاني، ليش عم تطلعي فيني هيك؟ شو هذه اللي لابستي؟ هذا البسه حلو كثير، مو؟ شو قلتي؟ شو هذا؟ يا أمي البيزي يعني فستان بالتركي. والله بيكون هذا كل شيء إلا فستان يا بنتي. يا حماتي بس البنت لساتها صغيرة. شو صغيرة وما صغيرة؟ ما بيصير هيك لبس. بس يا أمي لا بس ولا شيء، روحي نجومة أعطيها فستان من عندك. حاضر يا جدتي. تعالي شمس معي. يلا
نجومة. وأنا كمان جاية معكم. شو بنتي، نقضي رمضان هون ولا نروح على بيتنا؟ أكيد رمضان كله هون، ما رح خليها تروح لمكان، كمان هذا بيتها. شكراً يا أحلى زوجة أخ بالدنيا، والله رمضان أحلى معكم. والله حقكم مثلتوا رمضان هالسنة. لو ما كنت بعرف الحقيقة كنت صدقت إنكم بتحبوا بعض عن جد. يلا اطلعي شموسة، خليني أشوف جمال فستاني عليكي. لا ما بدي أطلع، أكيد رح تضحكوا علي. اطلعي لا تخافي، أكيد ما رح نضحك. طلعت يا ما أحلى نورها شمس الشموسة، يلا بينا نملى ونشرب لبن الجاموسة. يلا شموسة يلا. شو رأيكم؟ حلو كثير بس طويل شوي. شو شوي أنت كمان؟ بتقولي كأنها لابسة فستان من عند أمي مو من عندك. بالرغم نجومة قصيرة مثل القزم، بس مع هيك إجاكي طويل غريب. شو قصدك بهالكلام؟ يعني أنت قصيرة ولازم تعيشي مع عائلة السنافر مو معنا. شو قصدك يا زرافة؟ عاملي معي حرب صغيرة، قالت لي هاش هاش، قلت لها مين هاش هاش؟ حطت لي زرافة. شو بها الزرافة طويلة وبيخافوا منها 3/4 الحيوانات. عملي معي حرب صغيرة، قالت لي هش هش، قلت لها مين هش هش؟ حطت لي زرافة. شو بها الزرافة؟ حلوة الزرافة وطويلة، بخافوا منها 3/4 الحيوانات.